راس المرمى مع النادي المصري لفترات كبيرة. هتتلعب الضربة الركنية، يطلع من على القايم القريب بشكل كويس عبد الصبور، تسديدة من مسافة، انما ركلة جزاء. هنشوف ندي ايه. ركلة جزاء عاشور يدي للنادي الاهلي، تسديدة من كريم ندفد وده احمد كشري المدرب العام، واعتراضات من لعيبة التعدين بعد ربع ساعة. قرار من محمود عاشور بركلة جزاء للنادي الاهلي، وسط اعتراض من اسامة عرابي واحمد كشري على اللعبة الاخيرة. انما شفنا النهارده لعبة الشوط الاول، ادي اللعبة وادي التسديدة، وهنشوف كده جت في ايد الراجل وهو بيدي ظهره هيثم مصطفى، ومحمود عاشور شايف وواقف وادى قرار. وقلنا الاخطاء موجودة للحكام، احنا ما بنتكلمش على الكرة دي، قلنا في هدف في الشوط الاول للنادي الاهلي سليم 100%، سليم 100%. هنشوفه تاني مرة واثنين وثلاثة. ركلة الجزاء هنشوفها مرة واثنين وثلاثة، انما هنشوف وليد سليمان هيعمل ايه. وليد جول جول جول، هدف اول للنادي الاهلي مع الدقيقة 16. ركلة جزاء وليد سليمان بعد الكرة اللي خبطت في ايد هيثم مصطفى. النادي الاهلي بيسجل من ضربة الجزاء بعد ما اتأزمت عليه الامور في النهايات السليمة من الشغل الجماعي، وجاله اكتر من كرة خطر النهاردة كانت اقربها لعبة اجاي في الشوط الاول او الرأسية اللي عملها في الشوط الثاني. انما وليد سليمان اللي نزل مع بداية انطلاق الشوط الثاني مكان عمرو جمال هو اللي بيسجل من ركلة الجزاء، حطها ورايح مع احمد حمدي، انما وليد حاططها كويس قوي وبعيدة وفي زاوية، عشان كده خدمته وقدر يسجل منها. 1-0. قايم حسام البدري، سيد عبد الحفيظ وطارق سليمان وكل الجهاز الفني اللي كانت المباراة بتتصعب عليهم نفسه بين الاثنين اللعيبه. بص اجاي واخدها من وسطهم، يا ولد يا ولد يا ولد، هدف في منتهى الجمال. وليد سليمان النهارده هو صانع القدرات الهجوميه للنادي الاهلي، ركله جزاء بيسجلها ويصنع الهدف الثاني. هو ده اللعيب اللي عنده خدمه التوصيل للمرمى. اطلب وليد سليمان هو يوصلك للمرمى، اسرع واحد يودي للمناطق المؤثره ودفاعات المنافسين. 2-0. اجاي بيسجل رابع اهدافه الموسم الحالي. وليد سليمان من بره ال 18، وليد يلعبها حلوه، يسند عليه تاني ميدو جابر، وليد خطير خطير، جول جول جول. وليد سليمان يعني خاتم سليمان، يا سلام يا وليد. الهدف الثالث هو اللي حللك المشكله، هو اللي النهارده فكلك الازمات الهجوميه. ركله جزاء وسجل هدف وعمل هدف. يعني وليد سليمان النهارده كتاب في الكره الهجوميه بينفذه لحسام البدري عشان يبقى هو مصباح علاء الدين اللي قاعد جنبه على الدكه، وقدر يخلص له مباراه كانت هتتصعب عليه كتير. بص شوف وليد سليمان بيعمل ايه. التسديده في وسط الزحمه رغم انها قريبه من احمد حمدي، انما البند اللي عملته صعبت عليه المهمه تماما عشان تبقى ثلاثيه اهلاويه في مرمى التعدين. 3-0. وليد سليمان النهارده بيعمل كل الشغل في الكره الهجوميه بادائه الجيد بهدفين سجلهم، والكره اللي عملها الاجاي وليد سليمان نفسه بين الاثنين اللعيبه. بص اجاي واخدها من وسطهم، يا ولد يا ولد يا ولد، هدف في منتهى الجمال. وليد سليمان النهارده هو صانع القدرات الهجوميه للنادي الاهلي، ركله جزاء بيسجلها ويصنع الهدف الثاني. هو ده اللعيب اللي عنده خدمه التوصيل للمرمى. اطلب وليد سليمان هو يوصلك للمرمى، اسرع واحد يودي للمناطق المؤثره ودفاعات المنافسين. 2-0. اجاي بيسجل رابع اهدافه